اليوم سنتحدث عن اختبار الخيط الأحادي. الآن يستخدم اختبار الخيط الأحادي لتشخيص حالة تسمى الاعتلال العصبي، ولكن هناك عدة أنواع من الاعتلال العصبي، ولكن الاعتلال العصبي المحيطي هو ما نتحدث عنه. يتم إجراء اختبار الخيط الأحادي في العيادات الخارجية. تعرف إنه فحص بسيط جدا، حيث يستخدم خيط في أجزاء مختلفة من القدمين. يتم اختباره في أجزاء مختلفة من القدمين لمعرفة ما إذا كان لديك إحساس أم لا. هل تشعر بأي شيء أم لا تشعر بأي شيء؟ هل هو خضر أم لديك أي نوع من الإحساس؟ الآن سيساعد هذا في تشخيص أو على الأقل فحص المرضى لحالة تسمى الاعتلال العصبي المحيطي. الآن الاعتلال العصبي المحيطي كمرض شائع جدا في الهند. السبب الأكثر شيوعاً الذي نراه هو مرض السكري، وكما نعلم الهند لديها نسبة عالية جدا من مرضى السكري في هذا البلد. الآن خاصة في المرضى الذين يعانون من مرض السكري غير المسيطر عليه، تكون فرص الإصابة بالاعتلال العصبي المحيطي عالية جدا. من الأفضل دائما العمل على النظام الغذائي، وكذلك التمارين والحفاظ على لياقتنا، بالإضافة إلى الذهاب للفحوصات الدورية حتى يمكن اكتشاف هذه الحالات مبكرا ومعالجتها. ماذا يحدث إذا لم يتم تشخيص وعلاج الاعتلال العصبي المحيطي في الوقت المناسب؟ يمكن أن يؤدي إلى بالطبع الخضر، وهو أكثر شيوعاً في القدمين. لهذا السبب عادة ما يتم إجراء اختبار الخيط الأحادي على القدمين. الآن إذا تم تجاهل هذا تماماً، يمكن أن يحدث بالصدفة أنك قد تخطو على حجر أو مسمار صادئ، وهذا يمكن أن يتسبب في عدوى ويؤدي إلى قرحة يمكن أن تنتشر إلى الجسم كله، وقد تكون مميتة. يمكن أن يسبب تعفن الدم والعديد من العدوى الأخرى. لذلك من الأفضل دائماً مراقبة حالة قدميك والاعتناء بها، خاصة لدى مرضى السكري. ولكن ليس فقط مرضى السكري بل الجميع أيضاً، لأنه كما قلت بالإضافة إلى السكري هناك العديد من الأسباب الأخرى للاعتلال العصبي المحيطي. يمكن أن يكون لديك نقص في الفيتامينات. كل هذا يمكن اكتشافه من خلال الفحوصات الدورية والفحوصات الصحية المنتظمة، وكل ذلك متاح في مستشفيات أبولو، بنغالوس،